ودائما أقول لو بعث محمد لقال إيش؟ أرجعوا لي ديني. أنا هذا كان شعاري، عارف أنا، فعندي إحساس عميق يا أخي، ليس هذا الدين الذي تركه محمد، مش هيك، لن يعترف به النبي، لن يقره. يقول أرجعوا لي ديني. أين ديني؟ العدالة يا أخي، جوهر الدين العدالة. تريد أن تقيم حكما؟ تريد أن تدعو إلى شرع؟ تريد أن تكون وارثا للمرسلين، سالكا دربهم، متقين خطتهم ومنهاجهم؟ اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هل سمعتم من هم الذين يسيرون في دروب الأنبياء؟ من هم ورثة المرسلين؟ إنهم الداعون إلى القسط، إنهم الآمرون بالمعدلة، أن توضع الأمور في أنصبتها أيها الإخوة، أن يأخذ كل أحد حقه ولا يتجاوز على حقوق الآخرين. هذا هو الدين، هذه هي الرسالة الإلهية، هذا هو وارث النبي محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وكل السلف الصالحين من الأنبياء المرسلين. هذا هو الوارث الذي يسير في طريق الأنبياء، هو الذي يأمر بالقسط من الناس. يوم أرى شيخا وفقيها ومفتيا يبرر الظلم والعار والشنار والذلة والمهانة باسم الدين، أعلم أنه كذاب وبريء من محمد ومحمد بريء منه. والمفروض أن تكون مستخلفا عند ربك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو اجتمع من بأقطارها. والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. ما في فقه تزييف وعي، ما في فقه قطيعي ينتج قطيع. القرآن لا ينتج قطيعا، القرآن ينتج بشرا مسؤولين، أفرادا أحرارا، أمما، كل منهم أمة واحدة. عند إبراهيم كان أمة، معاذ بن جبل النبي يقول أمة وحده، أمة، أبو ذر أمة وحده، هكذا القرآن. هذا الإسلام. إذا أردنا الإسلام، إذا أردنا محمدا